مرحبا بكم أيها الإخوان في قناة مشاهير الكرة في البال وفي الذاكرة. دائما الإخوان كنبشوا في الماضي، كنبشوا في التاريخ القريب أو البعيد. واليوم كان من بعد المقابلة اللي جراها المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب النيجر، واللي كيدربوا بادو الزكي، وعلى الإمكانيات اللي ظهر عليها المنتخب النيجر. فبغيت نرجع لواحد الواقعة نقتسم معكم الإخوان ونشوفوا شكون اللي كان خاطئ. بغينا نرجعوا لتلك الواقعة وذلك الخلاف اللي كان وقع ما بين الزاكي والنيبت سنة 2005. وانا من منظوري صراحة انك تغضبت على الزاكي، وربما كاع الجماهير غضبوا على الزاكي لان جابهم حتى لواحد المقابلة مصيرية ضد تونس وما دخلش النيبت يعني في تلك الإقصائيات. وتلك المقابلة الأخيرة من إقصائيات مونديال ألمانيا سنة 2006. وحنا بحال هاد الأيام الرمضانية كنا عشنا تلك المقابلة في رمضان، مقابلة الإياب، واللي كان المغرب ديما كان هو السباق للتهديف، وفي الأخير كانت هاد المقابلة بجوج لجوج. هادول ما عرفناش كيفاش تسجلت ديال تونس. حتى المدرب الفرنسي لومير شد راسو ملي تماركا داك الهدف. انا ما عقلتش عاقله الإخوان ذكروني شكون اللي كان حابس وسنيه ديال المياغري ولا خالد فهمي. يعني باقي كنعقلوا دخل طلال ودخلوا جوج المدافعين الاخرين ودخل الحارس، كره تخرجت من الجناح الايسر ودخلات للشباك يعني بشمته. وبصالح العباره كنقولوا فيها بان الزاكي خلى فيها، لان ماشي جتينا حتى المقابله مصيريه ووقع لك خلاف مع النيبت. واللي باقي كنذكرنا الاخوان وهو ان كان شي تربص اعدادي ديال المنتخب الوطني المغربي، كنظن في اثيوبيا او كينيا ولا الامارات. كان سمعنا بان الزاكي امر النيبت باش يجري. ما عرفت واش النيبت واش كان طاح واش وجا عنده مزح معاه، ربما مازحو الزاكي قال لي صافي واش كبرتي ولا بحال هادشي اللي سمعت الاخوان، وانتم يمكن لكم تصلحوا ليا. وربما النيبت ما عجباتوش ديك الهضره ديال الزاكي اللي قال ليه صافي كبرتي ولا ما عرفت، بحال هادشي اللي سمعت انا. يعني هو خلاف بسيط، وهنا كنشوفوا مزاجيه ديال المدرب كتخرج على امه. يعني الزاكي الله يهديه، يعني بعض المرات الصرامه حتى هي كتكون كتخرج شويه على الانسان. ويسمح لنا بادو الزاكي جبدنا هاد الواقعه هذه لان بقات فينا الشمته، لان جابنا حتى المقابله مصيريه. تلك المقابله اللي كنبدا تلك المقابله الرمضانيه ديال المنتخب الوطني المغربي ضد تونس في تونس، واللي انتهت بجوج لجوج. وكان ديما المنتخب المغربي كنعقلوا بانه كان ديما سبق للتسجيل، وكان بدا فيها المدافع الايسر بدر القادوري اللي كان عطى جوج الاهداف. ولكن مع كامل الاسف تقصينا يعني في تلك الليله الرمضانيه، تقصينا يعني بتعنت ديال بادو الزكي، لان النيبت كلشي كيعرفوا بانه مدافع. النيبت كان مدافع كبير ولا لعب لك النيبت في الدفاع بحال عندك مدرب ثاني فوق المستطيل الاخضر. وحنا جبدنا هذه الواقعه هذه مع هذه الواقعه اللي كانت وقعت مع المقابله اللي كان جراها المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب النيجر، واللي بان فيها المنتخب ديال النيجر مستوى لا باس به او جيد بفضل داكشي اللي خدم معاه الزاكي. وكنتمنوا هذه الخلافات ما عمرها ما توقع، والى اللقاء.